اهلا بكم في دقيقه اقتصاد. النهارده الرئيس الامريكي دونالد ترامب عمل كارثه في سوق المال لانه حول جيروم باول رئيس الفدرالي الامريكي لقضيه. Unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure. وده عمل فوضى عارمه في السوق المال الامريكيه. الموضوع ده بقى اثار ضجه عنيفه جوه امريكا لدرجه ان النائب الجمهوري البارز توم ثيلس هو العضو البارز في الحزب الجمهوري حزب ترامب ورئيس لجنه البنوك في الكونجرس. الراجل ده قال لترامب: انا مش هوافق على ترشيحك الجاي في يونيو للمرشح ليك بتاع الاحتياطي الفدرالي اللي هيمسك مكان جيروم باول، وهعارض اي حد انت هترشحه، وهخلي اللجنه اللي معايا تعارض اي حد لو ما سحبتش الاتهام ضد جيروم باول دلوقتي. ان ثورن تيلس العضو البارز في الحزب الجمهوري هو شايف ان ده بيحط اسواق المال الامريكيه والبنوك الامريكيه في كارثه عدم الثقه، وان الدولار وسعر الفايده اصبح موجه تماما بايد الرئيس وما بقاش له اي استقلاليه، وما بقاش الاحتياطي الفدرالي الامريكي ده له اي استقلاليه. لو عايز تتابع اي جديد تابعني في دقيقه اقتصاد.